صاحبي كل شوية نسمع الكلمة دي، نزع سلاح. علشان ايه؟ علشان نعيش في سلام. طب اسأل نفسك، سلام لمين؟ سلام للي بيقصف ولا للي بيتكسف؟ طب بص يا صاحبي، ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء قال: فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يعني وهم بيصلوا وبيعبدوا ربنا أمرهم ياخدوا حذرهم وياخدوا سلاحهم. ليه؟ علشان العدو ما بيحترمش لحظة ضعف، ولو غفلت هينقض عليك. يعني حتى في لحظة السجود ربنا قال: خليك صاحي، خليك طيب ما تيجي نشوف الغرب بيقول إيه النهارده. بيقولوا تسلم سلاحها علشان نعمل سلام. يعني ببساطة يشيلوا من ايديها السلاح ويسيبوا العدو مسلح، وتقول لي سلام؟ هو ده السلام اللي ربنا امرنا بيه؟ ولا ده فخ متغلف بكلمة ناعمة اسمها نزع؟ ده اسمه الحقيقي نزع الكرامة. غزة واحرار فلسطين مش بيحاربوا علشان الحرب، دول بيقاوموا علشان ما يبقوش عبيد. ولو سلموا سلاحهم يبقى سلموا نفسهم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في نفس الآية: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني هما بيتمنوا اللحظة اللي تسيب فيها سلاحك علشان يهجموا بكل قوتهم. فاللي يقول لك نزع سلاح قول له: اقرأ سورة النساء. الإسلام مش دين ضعف، دين وعي، دين كرامة. سلام.